السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة محمود. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم غريبة او المعلكة او لدواس اتاي. المهم انها كتحضر بسرعة رائعة، لا في الشكل ولا في المذاق. كتجي لذيذة ومعلكة وسهلة جدا بمكونات بسيطة، كتجي ناجحة من اول مرة. ما نطولش عليكم، نبداو على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو المقادير: 3 البيضات، واحد الخميرة بيكين باودر وزن 8 غرام، واحد الفاني، كأس من سكر سنيدة، كاس الا ربع من زيت المائدة، 2 كؤوس ديال السميدة رقيقة، 3 الكؤوس ديال الكوك يكون ميدم، قبصة ديال الملحة، 2 ملاعق من الكونفيتير ديال المشماش، ومركز الحامض. كناخذ اناء وكنكسروا فيه البيض، كنضيفوا قبصه ديال الملحه لتحسين الذوق، كنضيفوا كأس من سكر سنيده، وكنخلطوا الكل بالخلاط اليدوي. دابا كنضيف كأس الا ربع من زيت المائده وكنخلط حتى تنسجم العناصر. وكناخذ النكهه ديال الحامض اللي كتعطينا اللون والمذاق، كتجي رائعه. ملعقه صغيره. دابا كنضيفوا 2 ملاعق من المربى ديال المشمش، ودابا كنضيفوا 3 الكيسان من الكوك، كيكون نوعيه جيده، كيكون ميدم. وكنخلطوا الكل. ودابا كنضيف 2 كيسان ديال السميده وكنجمع العجين بيدي. ودابا كنضيفو كيس من الفاني، واحد الكيس ديال الخميره بيكين باودر وزن 8 غرام، وكنجمعوا العجين. ها هو قوام العجين، كتكون مرخوفه. دابا غنخلوها واحد شويه تشرب، قياس 5 دقائق. وكناخذوا القليل من ماء الزهر وسكر كلاصي سبيسيال، وكنكوروا كويرات وكنوضعوهم في سكر كلاصي. وكنستمروا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. ودابا كناخذ واحد اللاطه وكنستف فيها الغريبه من بعد ما كنكورها في سكر كلاصي.
وكنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. وكنضغط عليها بصبعي على هذا الشكل هذا، وكندخلها للفرن كيكون سخون. كنوضعوها غير من الفوق حتى كتشقق على درجه الحراره 180 من 8 الى 10 دقائق. وها هي الغريبه ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن، كتكون تحمرات وكتكون مشقه وناجحه وسهله في التحضير. كتجي معلكه، كتجي ناجحه. فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه اللي حضرت معكم اليوم. كيف ما كتشوفوا كتجي رائعه ومعلكه ولذيذه في المذاق بنكهه الحامض. كتجي بنينه وناجحه واقتصاديه في المقادير، وانا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. فكتجي لذيذه بزاف. ودابا غادي نقسم معكم واحد الحبه باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كتجي معلكه، كتجي هشيشه وكتحضر بسرعه. وكيف ما العاده الا عجباتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم واللايكات ديالكم اللي كتفرحني. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وشكرا على حسن المتابعه، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.